السلام عليكم مشاهدينا الحلوين في كل مكان، معاكم سارة من قناتي مطبخ سارة عطية. طبعا أكتر حاجة بتضايق الأمهات في الصيف هي دخول المطبخ. عشان كده النهاردة وصفتنا هتكون سهلة وسريعة، وهتخليكي كده تعملي لهم غدوة جميلة وفي نفس الوقت مش هتاخد منك وقت خالص. وتقدري طبعا تاخديها لو انتي رايحة المصيف أو رايحة الشاليه، وتكون كده حاجة خفيفة وفي نفس الوقت هتعجبهم جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت لو أول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وكمان تفعلوا الجرس عشان توصل لكم الوصفات أول بأول. مش عايزة أطول عليكم بقى، يلا بينا مع بعض نشوف وصفتنا للنهاردة اللي مش هتاخد منك غير 5 دقايق. أول حاجة في طاسة سخنة على النار هننزل بصلتين كبار نكون فرملهم في الكبة فرم ناعم، وهنبتدي نقلبهم لغاية ما البصل يمتص كل المية اللي فيه ويتحول للون الذهبي. زي ما انتوا شايفين كده البصل خلاص ما بقاش فيه مية خالص. هنبتدي بقى نفضي كده مكان في النص للحمة المفرومة اللي هنزلها، هي لحمة مفرومة ناعم. هنزلها مع البصل وهبتدي اقلبهم مع بعض لغاية برضو اللحمة المفرومة ما تمتص المية بتاعتها. هنضيف بقى البهارات بتاعتنا، الملح والفلفل الاسمر والبابريكا، ومعاهم كمان كزبرة ناشفة، وهنضيف عليهم كمان فلفل متقطع مكعبات صغيرة، وهنرجع نقلبهم تاني لغاية ما نلاقي اللحمة امتصت كل المية بتاعتها. وبعد ما جهزناها نسيبها بقى تبرد على جنب. دلوقتي بقى هنجيب اكياس شوباتي براتا جاهزة، وهنبتدي ناخد منها كده واحدة واحدة عشان نحشيها. الحلو فيها إن هي بقى بتكون بتريحك من الفرد والعجن وكل الحاجات دي، وفي نفس الوقت بتطلع معاكي نتيجة العجينة حلوة جدا. فهناخد واحدة واحدة كده، هي بتكون مفصولة بين كل واحدة وواحدة بأكياس. أنا ما بشيلش الكيس لأنها هي بتكون طرية جدا، فلو شلتيها هتلزق معاكي. أنا بخليها على الكيس اللي تحت وابتدي أضيف الحشوة من فوق. انا ضفت هنا اللحمه المفرومه وهضيف فوقيها موتزاريلا. طبعا الحشوه تقدروا تغيروها زي ما انتوا عايزين وزي ما بتحبوا الحشوات، يعني طبعا الحشوات مختلفه تقدروا تبدعوا فيها. بعد ما خلصت الحشو هبتدي بقى بالكيس كده انزل الطرف اللي فوق على الطرف اللي تحت عشان يديني كده نص دايره. وطبعا زي ما انتوا شايفين الكيس بيساعدني ان هي تطلع منه بسهوله. هابتدي بقى ألزق الطرف اللي فوق على الطرف اللي تحت، وهاديها كده شكل يعني شكل خطوط كده بالشوكة عشان تديها شكل حلو من عند الأطراف. هعمل معاكم واحدة كمان واحنا بنحشيها، هنحط برضو اللحمة المفرومة وهننزل عليها بالموتزاريلا وبرضو بالكيس. هبتدي اقفل الطرف اللي فوق على الطرف اللي تحت وهعملها تاني بالشوكة. طبعا تقدروا تحشوا بقى زي ما انتوا حابين، ممكن جبنة مع بسطرمة، ممكن سبانخ، زي ما قلت لكم ممكن كمان فراخ، ممكن تغيروا في الحشوة زي ما تحبوا. المهم ان في الاخر هتكون نفس النتيجة الحلوة. بعد ما خلصنا بقى كل الكمية اللي معانا هنحطها دلوقتي في الصاج. هنرش عليها بقى من فوق حبة البركة، ممكن كمان ترشي سمسم، وهضغط عليها من فوق عشان تثبت فيها. هي العجينة بتكون لزجة من فوق فهتثبت معاكي بسهولة. وهندخلها الفرن على أعلى درجة حرارة لأن هي مش بتغيب في الفرن خالص. أنا دخلتها على 350 وهسيبها لغاية ما تاخد اللون الذهبي. لغاية بقى ما تستوي معانا الفطاير بتاعتنا هنحضر كده سلطة هنقدمها معاها. أول حاجة هبشر الخيار، وهحط عليه زبادي. هي هنعمل سلطة الزبادي بالخيار. بعد ما حطيت الزبادي هعصر عليه نص ليمونة، وكمان معاها رشة ملح، وهقلبهم بقى كلهم كويس مع بعض. وكده السلطة بتاعتنا بقت جاهزة ان احنا نقدمها مع الفطاير بتاعتنا. طلعت الفطاير من الفرن زي ما انتوا شايفين، ما اخدتش وقت خالص وفي نفس الوقت هشة وخدت لون ذهبي جميل. دلوقتي بقى هنقدمها. قدمت بقى الفطاير بتاعتنا. هي عبارة عن تحسيها ميكس كده ما بين الفطير الشرقي وكمان الحواوشي الاسكندراني. قدمناها بقى مع سلطة الخيار لأنها منعشة برضو في الصيف وبتدي طعم حلو قوي. هفتحها لكم دلوقتي من جوه، طبعا هي سخنة جدا على ايدي، بس زي ما انتوا شايفين بجد هشة جدا وطعمها ولا أروع، يعني بتعجب كل اللي بيدوقها. عايزاكم تجربوها في الصيف لأنها مش بتاخد وقت، وفي نفس الوقت كل اللي بيدوقها بجد بيقولك انتي عاملة حاجة روعة. أتمنى كده الفيديو بتاعنا للنهاردة يكون خفيف عليكم وتكونوا حبيتوه.
لو عجبكم الفيديو بتاعنا للنهاردة ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، وما تنسوش كمان الاشتراك في القناة عشان توصل لكم وصفاتنا أول بأول، وما تنسوش كمان تفعيل الجرس. كان معاكم سارة عطية، أشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.